مفيش شك إن أحمد عز من أهم نجوم السينما، وعمل أفلام كتير حلوة وناجحة ومشهورة زي ولاد رزق والخلية وملاك اسكندرية. بس أنا هقولك على 3 أفلام حلوين ومظلومين ومش دايما هيجوا في دماغك لو قلتلك إيه أكتر أفلام بتحبها لأحمد عز. رقم 1 فيلم الجريمة. الفيلم ده مش كله هيجمع عليه وهيقول إنه فيلم حلو، بس ده فعلا أكتر فيلم مختلف عمله أحمد عز. كمان الشخصية اللي عاملها بتاعت عادل طالعة مختلة نفسيا، ودور أحمد عز ما عملش شبهه قبل كده، والأحداث بتدور في فترة السبعينات. رقم 2 معانا هو فيلم حلم عزيز. الفيلم ده اتظلم من بداية نزوله في السينمات لأنه اتسرب من أول يوم تقريبا، وأعتقد الفيلم ده لو كان اتعرض دلوقتي كان هيثير الجدل وهيتمنع من العرض، لأنه بيتناول الجنة والنار والحساب بشكل كوميدي. بس الفيلم في رأيي كوميدي لطيف وبيقدم رسالة كويسة. رقم 3 هو فيلم الحفلة، واحد من أكتر الأفلام المظلومة عامة، مش أفلام أحمد عز بس. فيلم فيه جريمة ولغز ونهاية